مساء الفل. طيب دلوقتي بقى نعمل ايه في حوار زيادة الاسعار وبالنسبة للكيلومترات؟ زي ما احنا قلنا قبل كده، اللي مشاوير اوبر اللي هي ام 19 جنيه 33 قرش دي مش هتاكل عيش. والمشوار يعني انا هروح مشوار ب 19 جنيه 33 قرش واجي حاسب العميل، الاقي العميل بيحاسبني 31 جنيه، انتوا تاخدوا 11 جنيه وناخد 19 جنيه. اللي هو بانهي منطق؟ انا مش فاهم. واروح مثلا العميل مثلا مشوار كيلو ونص وهو نازل 2 كيلو ب 19 جنيه. ان شاء الله ما اروح يعني، ان شاء الله ما اروح العميل، انا مالي؟ يعني انا مالي؟ 19 جنيه دوت، انت بتتكلم في ايه؟ ما جابش 8 لتر بنزين. طب انا مكسبي فين؟ انا مكسبي فين حضرتك؟ طيب دلوقتي المفروض كل الشركات خلاص يا باشا، اصل انت النقل الذكي ده بقى حاجه اساسيه الناس كلها بتستخدمها، ما حدش يقدر يستغنى عنها. تمام. تمام، انا يا باشا انا لقيت تسعيره، انا بحط تسعيرتي، الكابتن موافق والعميل موافق، خلاص انت يخصك في ايه؟ انت يا باشا سعر لي يا باشا الكيلو متر يا باشا ب 6 جنيه ب 5 ونص، ما يقلش عن كده. لكن تسعر لي الكيلو متر ب 3 جنيه ونص، ده في شرع مين ده؟ شرع مين؟ وبعدين انتوا من فتره من 4 5 شهور قلتوا احنا زودنا النسبه، قلنا زودنا نسبه الكابتن 10%. ما انا ما حسيتش ب 10% دي، المشاوير ام 19 جنيه زي ما هي بعد زياده النسبه اللي انت زودتها لنا. انت زودت النسبه ليك انت، مش لينا احنا. احنا ما تاثرناش بحاجه، احنا ما اشتريناش عربيات تانية، احنا ما عملناش صيانه في عربياتنا يعني من الفلوس اللي احنا بنكسبها منكم. فالمنطقي اللي انا ما امشيش مشوار ب 19 جنيه. وبعد اذن الناس اللي بتشتغل ان درايفر، يا عم خاف على عربيتك حتى لو موديل قديم. هو انت مش بتغير مقصات وبيض وبيض وبتغير اسكاترا وزيت وكاوتش مش معنى ان عربيتك موديل قديم مثلا الفينات ولا 2002 اللي انت تهلكها تاخد مشوار تخطف مشوار ب 20 جنيه؟ ليه تخطف؟ ليه؟ ما تعود العميل اللي على اعلى سعر يا عم. ايه المشكله لما تعود الزبون على اعلى سعر؟ الرحله جايه لك ب 30 خدها ب 40، الرحله جايه لك ب 50 خدها ب 65. هو هيبقى مضطر لو هو متعطل، مضطر اللي هو يقبل. انا بعمل كده في اندرايف، انا عمري ما بقبل رحله اول ما العميل يبعت لي اقبلها، استحاله. بحط اعلى سعر في اندرايف، قبل ما قبلش خلاص انا مش خسران حاجه، انا كده كده واقف. لكن انا هخسر لما اروح له، انا هخسر لما اروح له. لكن انا العميل لما يتعود يشوف اللي بيجي له اعلى سعر، خلاص هو خلاص حفظ اندرايفر، لا سعرها بقى كده. انت ما تعودش العميل انت تخطف منه الرحله ويلا هوب يا باشا يلا انا عايز اشتغل اعمل 20 30 جنيه. لا لا يا جماعه، ما هو احنا كده، انتوا كده اللي بتوقعوا المجال، انتوا اللي بتوقعوا الدنيا. احسبها صح، احسب مشوارك صح. مش الكيلو مش اقل من 6 جنيه، لازم تاخد الكيلو ب 6 جنيه. انت نازل تشتغل، بتشتغل 12 ساعة تترمي في الشارع، اعقل المشوار وحكم عقلك قبل ما تخطف. قبل ما تخطف الكيلو